ليل لوديد كان واحد من أكثر مغنيي الراب الواعدين الصاعدين من تكساس قبل أن يضع حداً لحياته في وقت سابق من هذا العام. لنلقي نظرة على مسيرته وبداياته. ليل لوديد هو مغني راب من دالاس، تكساس. اشتهر بأغنيته التي حققت انتشاراً واسعاً بلوك بيبي. ولد باسم ديشان موريس روبرتسون في سان برناردينو، كاليفورنيا. انتقل إلى دالاس لما كان عنده 10 سنين، لكنه كان بيرجع كاليفورنيا كل فترة. نشأ مع والدته بينما والده كان في السجن. كان واحد من 5 أولاد وهو الطفل الأوسط. أخوه الكبير اللي أكبر منه ب25 سنة كان علمه كل حاجة عن الشارع. وخلال نشأته في دالاس قال إنه اضطر يتأقلم بسرعة مع البيئة. كان منتمي لرولينج سيتين كريبس، وهي واحدة من أقدم وأكبر العصابات في لوس أنجلوس. لما كان عنده 15 سنة اتقتل أخوه الكبير بسبب العنف المسلح. في الوقت ده ليل لوديد ما كنش في دالاس. أمه كانت بعتاه كاليفورنيا عشان كان بيخش في مشاكل كتير. موت أخوه غيره جامد ورماه أعمق في حياة الشارع. أخوه كان بمثابة راجل البيت، وبعد ما مات ليل لوديد خد المسؤولية على عاتقه وحرص إن كل اللي حواليه يبقوا بخير. في الفترة دي دخل في تبادل إطلاق نار. مرة اتصاب برصاصة في إيده بعد ما رفعها عشان تمنع الرصاصة من إصابة وشه. كان محظوظ إنه اتحرك بسرعة لأنه لولا إيده كان ممكن يموت. والأغرب إنه ما راحش المستشفى بعد الإصابة. ما كانش عايز الشرطة تعرف باللي حصل، فطلب من حد في الحي يعالجه. الجرح ما كانش عميق والرصاصة ما عدتش من الناحية التانية، فراح لوالدة صاحبه اللي خيطت له الجرح بنفسها. طلعت الرصاصة من غير مخدر، وبعدها رجع للشارع في نفس اليوم. بعدها قرر يتصرف بذكاء أكبر عشان ما يتعرضش لنفس الموقف تاني. وهنا كانت البداية لمسيرته في الراب. اختار اسم ليل لوديد لأنه كان اللقب اللي الكل بيناديه بيه في الحي. كان بيحضر تدريبات كرة السلة وهو تحت تأثير المخدرات، فالاسم اتسق بيه. نزل أول أغنية ليه BOS في يونيو 2019. ما عملتش ضجة كبيرة، جابت حوالي 500 إلى 600 مشاهدة في أول أسبوع. بعد كده أطلق بلوك بيبي اللي بقت الأغنية المشهورة ليه. لقى بيت من نوع NLE تشوبا تايب بيت على يوتيوب وارتجل الأغنية في تسجيلين بس. صور الفيديو في حيه ونزله يوم 26 من يوليو 2019. يوتيوبر بولندي اسمه تومي كراذ اللي بيعمل مراجعات لأغاني الراب صادف الفيديو. عنده فقرة بيشوف فيها فيديوهات موسيقية 0 مشاهدات. شاف بلوك بيبي فور نزولها واعتبرها نار. ده ساعد الفيديو يبقى فيروسي ويجيب مئات الآلاف من المشاهدات في أيام قليلة. خلال 24 ساعة بس ليل لوديد بقى نجم صاعد وتلقى عروض من شركات إنتاج. تاني يوم سافر فلوريدا عشان يقابل مدراء أعمال. تومي كريز ادى الأغنية دفعة كبيرة توصل لجمهور أوسع، لكن جزء من نجاحها السريع كان عشان خامة وفريدة. ليل لوديد كان عنده ستايل مميز جامع بين الراب الجنوبي والراب بتاع الساحل الغربي، مع فلو بارد وبارات قوية خلوا الأغنية تضرب وتبقى هيت على طول. الموضوع حصل بسرعة لدرجة إنه ملحقش يستوعب اللي بيحصل. كمل يستغل النجاح ونزل تراكات جديدة زي سموك توداي وجانج يونت اللي هم كمان جابوا أرقام عالية وأثبتوا إن ليل لوديد مش مجرد وان هيت وندر. بعدها مضى مع إيبك ريكوردز ونزل أول ميكستيب ليه اسمه بلوك بيبي في ديسمبر 2019. يعني في شهور قليلة بس ليل لوديد اتحول من رابر محدش يعرفه لواحد من أكتر الفنانين الصاعدين سخونة في اللعبة. كمان عمل ريميكس لأغنية بلوك بيبي مع NLE تشوبا واللي جابت ملايين المشاهدات. وبعدها تعاون مع رابرز كبار في الساحة زي كينج فون وبوش ياستي وهوت بوي. ومع الصعود السريع ده باين إن ليل لوديد كان ماشي في طريق النجومية، لكن قبل ما يعيش النجاح ده حصلت له مشكلة كبيرة كادت تضيع مستقبله. في يوم 25 من أكتوبر عام 2020 الشرطة اتبلغت عن إطلاق نار في منطقة لوست كانيون درايف في دالاس. لما وصلوا اكتشفوا إن شاب عنده 18 سنة اسمه كاليل ووكر اتنقل على المستشفى وتوفى برصاصة في صدره. ووكر كان واحد من أقرب صحاب ليل لوديد. شهود قالوا إن قبل ما يتقتل كان واكر واقف مع ليل لوديد وشخص تاني قدام البيت. أخت واكر كانت جوه البيت وسمعت طلقتين. لما خرجت لقيت ليل لوديد والشخص التاني واقفين فوق جثة أخوها. جريت تاني جوه واتصلت بالشرطة. بعدين فتشت موبايل ليل لوديد وشافت فيديو بيبين إن الرابر هو اللي ضرب بالسلاح. لوديد والشخص التاني حطوا ووكر في عربية وودوه المستشفى. بعد التحقيق الشرطة أصدرت أمر قبض على ليل لوديد، وبعدها بأيام سلم نفسه واتحبس في دالاس كاونتي جيل. في الأول اتحدد له كفالة ب500,000 دولار وبعدها اتخفضت ل75,000.
وقتها كان عنده قضية سلاح برضه. دفع الكفالة وخرج بعد شهر عشان يقدر يكمل التزاماته مع شركته. بعد خروجه كتب على إنستجرام صورة للمحبس بتاعه وقال: بشكر كل الدعم منكم، بيحاولوا يبينوك مجرم وانت بريء، بس هنتخطى ده. RIP أخويا، بحبك. ليل لودد ما أنكرش إنه هو اللي ضرب بالسلاح، لكنه قال إن اللي حصل كان حادث. كانوا بيصوروا فيديو بكلاش حقيقي، والسلاح فجأة ضرب نار وقتل ووكر. الموضوع كان حادث مأساوي ممكن يتفادى، بس برضه ليل لودد اضطر يواجه نتيجة إنه هو اللي ضرب بالسلاح. في مارس 2021 هيئة محلفين في مقاطعة دالاس وجهت لليل لودد تهمة أقل، وهي القتل غير العمد، وقالوا إن إطلاق النار ما بانش إنه كان مقصود، لكن كان في أدلة كفاية إنه تسبب بتهور في موت ووكر، وهو وقتها كان تحت الإقامة الجبرية. ليل لودد كمل شغله في ديسمبر 2020 ونزل تاني ميكستيب اسمه كريبتيب بعد كده بشهور. أشهر أغانيه كانت بلوك بيبي اللي أخدت سيرتيفايد جولد، لكن رغم نجاحه كان صعب عليه يستمتع بيه، مش بس عشان عايش بالذنب إنه تسبب في موت صاحبه، لكن كمان لأنه كان ممكن يواجه سنين في السجن. الضغط كان تقيل جدا عليه، خصوصا إنه كان داخل الصناعة بقاله سنة واحدة بس. للأسف الضغط كان كبير لدرجة إنه أنهى حياته. في 31 من مايو عام 2021 واحد من قرايبه لقى ليل لودد ميت برصاصة أطلسها على نفسه في بيت في آلين درايف. موته كان خسارة كبيرة لأصحابه وأهله. رغم كل اللي كان بيمر بيه كان لسه عنده مستقبل واعد. محاميه كان واثق إنه عنده دفاع قوي في القضية، وسجلات المحكمة كانت مبينة إنه عنده جلسة محكمة الأسبوع الجاي. المحامي قال لي قال إن التهم اللي بتواجهه خطيرة جدا وبتسبب ضغط نفسي رهيب، وده ممكن يكون ساهم في اللي حصل، لكنه كان شايف إن ليل لودد كان في حالة ذهنية كويسة ومتهيأ للجلسة. لكن الظاهر إن التهم مش كانت السبب الوحيد. قبل ما يموت بشوية نشر رسالة غامضة على إنستجرام بيقول فيها: Dear Most High، سامحني على أخطائي وعلى كل مرة ما كنتش عند حسن ظنك. شكرا على النعم اللي في حياتي وعلى الناس اللي حطيتهم جنبي. أنا بحب كل واحد واقف معايا. أنا بطلب منك تدخلني جنتك برغم أخطائي. أنا مستعد أكون معاك. بعدها واحد من أقرب أصحابه كتب على إنستجرام إن السبب الحقيقي ممكن يكون مشاكله مع حبيبته. قال إن ليل لودد حكاله قبلها بشهر إن في حد خانه مع حبيبته، وكان ناوي يعمل حاجة بخصوص الموضوع. للأسف محدش هيعرف السبب الحقيقي. ممكن يكون خليط من كل ده: الضغط من قرايبه في العصابة بسبب موت صاحبه، مشاكله القانونية، مشاكله العاطفية، وضغط الشهرة والموسيقى. كله اتجمع وخلاه يحس إنه مفيش مخرج. القصة دي مأساوية وبتتكرر مع فنانين كتير واعدين. ليل لودد كان عنده موهبة كبيرة وكان ممكن يوصل بعيد، لكنه اتاخد من الدنيا بدري.